سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. على بالي غبت وطولت الغيبه هذه المره، بصح معليش اعذروني. راكم تعرفوا هذه هي الدنيا، مره تكوني لاهيه، مره تكوني نفحتك ديري فيديو، مره تكون مش نفحت لك. تعرفوا الظروف، مره هكا مره هاك. المهم انا كل ما نكون قادره نجي نطلع عليكم فيديو. بصح البنات راح نقول لكم حاجه، انا راني ناشطه في التيك توك وناشطه في الانستغرام، بصح اليوتيوب شويه ولا يجيني ثقيل. اما التيك توك والانستغرام جاوني خفاف، تاع ليه ندير ستوري ونلوحها وهذيك هي. اما كيما اليوتيوب لازمك مونتاج ولازمك تهدري ولازمك ياسر حوايج. معناها عندي لي افكار وعندي الفيديوهات وحيه، بصح ما عنديش وقت باش نخدم المونتاج. وراكم تعرفوا يدي الوقت ياسر، خاصه اذا كنت تخدمي فيه قبل التليفون مش بالبي سي ولا حاجه. معناها انا اذا كنتوا حابين زعما تكونوا دائما على تواصل معايا، روحوا للتيك توك تاعي والانستغرام تاعي، راح نخليه لكم تحت في صندوق الوصف. راح تلقاو كامل المعلومات ان شاء الله. راح تلقوني لهيه ديما متوفره باش نجاوبكم على تساؤلاتكم، ولا حابين هكا تدو وصفه، ولا مهم اي حاجه راح تلقوني لهيه ديما. كما شفتوا هنايا كنت صباح فطرت اسمها بالمثقبه وفنجان القهوه، ومن بعدها اي عطيت الريح رجليه، خرجت لبرا، رحت ندور شويه هكا نشوف واش كاين وش ما كانش. راكم تعرفوا اجواء تاع رمضان واجواء تحضيرات. راكم تعرفوا هنايا كي رحت ندور في الحوانت، هنا كانت موصيتني وحده صاحبتي، قالت لي اذا خرجتي شوفي لي لبسه تاع دراري صغار صوري لي في طريقك. ايا قلت انا هذيك هي مني نصور لها ليها، هي مني نصور لكم نتوما. اي حبيت نوريكم كامل واش كاين في الحوانت. بالنسبه هذا اللي راني نوري لكم فيهم، هذونا جايين في واحد البازار مسميه شي قفاره، راه مسميه هيكا اون فاستيه بازار يبيع هذا الصوالح. الاسعار كما تعرفوا كالمعتاد، كي يلحق العيد يبداو الاسعار يطلعوا، بصح كاين سلعه لاباس بها زينه، معناها اللي تكون عندها ذوق وتعرف تخير وحيا لا تشري لبسه روعه. هما مش كامل الحوانت فيهم اللبسه زينه، هذا الوحيد اللي زعما لقيت عنده لبسه لاباس بها. اما الحوانت الاخرين والله يا البنات قرا كيبيعوا فيه فوق الغلا تاع الحوايج. تامنوا انكم تلقاو روبه صغيره هكا فيها شبر تلقاوها ب 600 الف. ربي يهديهم وخلاص، هذا اللي نقولوها. رانا دائما هنايا مازال رانا في الحانوت هذاك اللي قلت لكم عليه تاع شي قفارات، درت لكم كامل في، حاولت نعطي لكم مقتطفات. ومن بعد هنايا رحت مش المونيبري، المغرب الكبير. تأمنوا البنات، دخلته مرة في حياتي قبل، وهذه زوج مرة ندخل ليه. معدرة في ولايته ومسامية، معنا نقدر ندخله في أي وقت، بصح جامي ديما تجيني الدرحة باش ندخل. أي ذي المرة والله قلت دخلت له شفت وش فيه. هي البنات كي دخلت والله كيما نقولوا تفاجأت أنه كاين هذا الصوالح عندنا هنايا، لأنه قليل من تلقاي حوانتها كيبيعوا هذا الصوالح. كما كنتم شفتوا عنده لي فوتاي، عنده طوابل، عنده كل خير ربي. والأسعار راكم تعرفوا، كاين اللي تقدري تشريها وكاين ما تقدريش تشري، طمي وحاجه على حاجه حتى تلمي كامل دراهمك وتقدري تشري حاجه زينه لدارك. فيه ثاني، فيه الفريجيدارات، فيه الكوشه، فيه كل خير ربي، ابكي على دراهمك. ومن بعد هنايا طلعت الجلف جديده، ضربت فيها دوره ثاني خفيفه، ما لقيت فيها ولا حاجه تصلح، لا سواء لبسه تاع نساء سواء لبسه تاع دراري، ما كان والو. ايام بعدها خلاص طارت لي من الحوانات، رحت دهميت هذيك الجرده تاع الولايه، قعدت فيها شويه، كانت شويه شميسه. قلت والله نقعد فيها نحكى شوي على خاطري، نتنفس، نشم الهواء، نشوف السماء، نشوف الشجر. المهم راكم تعرفوا حتى وهي ما فيهاش شجر، بصح ايا نديبانو بهذا اللي كاينه. كما راكم شفتوا هنا حبيت نصور لكم الالعاب. راكم تعرفوا انا والله نكذب عليكم امنيتي نلعب في هذونا، بصح راهم مهروكين فوقها قطع دراري صغار. راني نستنى في هذيك جلفلاند اللي حتى تفتح، وان شاء الله نروحوا ليها ونديروا فيها تحويسات زينه. ومن بعد هنايا راح ندير لكم كما قلت لكم، هنا كما وعدتكم راح ندير لكم وصفه تاع الحرور اللي تجي بنتها روعه. ومادام رمضان قريب تقدروا تخدموها وتخبوها في الكونجيلاتور، كل ما يكون وقت الفطور تجبدوا منها شويه وتحطوها هكا ديكونجلا وحدها، ومن بعد تحطوها بلا ما تسخنوها بلا ما والو. جبدوها على البكري بارك. كما راكم شفتوا لهي كنت رحيت الفلفل حطيته يتقلى. ومن بعد هنا راح نرحي طماطيش كلش ني في ني، ما تشوي ما طيبي ما والو. سهله ماهله. رحيت ثاني الطماطيش نرحيهم كامل، ويجي واحد البنه عليه روعه. انا جربت هذا رمضان اللي فات، وكما نقول لكم هبلوا عليه، ولو ياكلوا لي فيه قهوه ومخلي لي الحوايج الاخرى.
تامنوا كنت زعما هكا دايره كونتيتي شويه شويه شويه، كل نهار نقول نجبد واحد، دايره لي كوبلي هذوكا. اي ولاو يقولوا لي ما تبديناش كوبلي واحد ولا زوج، ها جبدينا 3 4 تالمون انهم ياكلوا فيه مع الشوربه فريك بكميه غير طبيعيه. شوفوا البنات انا ما حررتوش ياسر، درتو مويان زعما تقدري تاكليه، لانه نعرفوا رانا صايمين ما نقدروش ناكلوا حاجه حاره ننضروا، معناها نديرو بين بين، ماهوش صامت يكون مش حار وماهوش حار هذاك اللي يضرك في لي سومان تاعك. كيما راكم شفتوا هنايا قال لي كنت الفلفل دايرته يتقلى، حيت الطماطيش زدت عليه ديريكت. شوفوا هاد الطماطيش ما تخافوش كاع عيتين تقولوا هذا الماء يبقى ولا والو، درك ينشف كلش ويرجع روعه. كيما راكم شفتوا هنا حطيتهم فوق النار، هنا مازال ما زدت له والو، لا ملح لا والو، نخليه يتكتك مليح على النار تكون متوسطه، ونحرك باش ما يلصقليش وما يحرقليش، لازم تكون عينك عليه. كيما قلت لكم النار تكون متوسطه، نحركوه مليح مليح. ومن بعد هنايا كي خليت شويه نقص هذيك الكميه تاع الماء، ورحت زدت له الملح، ملحت ونبقى نقلب فيه بالعقل. شوفوا البنات هنا الكميه ترجع ليكم نتوما، تحبوا تكثروا تحبوا تقلوا، هذه ترجع ليكم نتوما. تحبي طيبيه كل يوم، تحبي انك ديري كيما انا طيبته وخبيته، كيما هذه المره ما طيبتوش انا، هذا راني راح نديروه لهم كيما نقولوا تاع الحين حاضرتي راح نطيب ياكلوه. كيما راكم شفتوا هنا الماء راه بدا ينشف كامل، ايا رحت رابيت له ثوم، كميه كبيره تاع ثوم لاباس بها، معنا اذا كنتي درتي كميه تاع فلفل وطماطيش ياسر زودي لهم الثوم، لانه يحب الثوم والبنه تاع الثوم لازم تكون باينه فيه. وما تخافوش مش راح تكون قاصحه هذيك اللي تصامطه، لا لا راح كيما نقولوا راح تطيب مع الفلفل والطماطيش، ما تخافوش كامل راح تتخبى هذيك الريحه، بصح يعطي النكهه تاع الثوم. راكم تعرفوا الحرور لازم الثوم. كما راكم شفتوا هنا راح نقليه مزيان، كما قلت لكم لازم ينشف من الماء نهائيا، وراه ما يديش الوقت البنات. وهذاك الهاشوار انا من الاحسن تلحوه فيه، لانه يرقوا لكم مليح ويعطيكم هذا القوام اللي رانا نحوسوا عليه. كما راكم شفتوا هنا نقلب فيه ونخلي عليه حتى ينشف، يبقى هذاك الزيت يتكتك فيه. شوف البنات انا راح نوريكم الفكره تاعي انا كيفاه درتو. انا درتو في لي كوبلي وخبيته في الفريجدار، كل نهار نجبد كوبلي، نتوما حسب العائله تاعكم واش ياكلوا ولا واش يحبوه ولا ما يحبوهش. كما انايا قلت لكم كنت نجبد لهم كوبلي واحد، بعد قالوا لي لا جبدي لنا بالزوج بثلاثه، لانهم ياكلوا فيه مع الشوربه بكميه كبيره. شوفوا ها هنا واجد يجي روعه يا البنات. شوفوا ماني نزوخ ماني نزيد عليكم، ماني معناها زعما باه نمشي الوصفه تاعي ولا حاجه. هذه حاجه كما نقول مفروغ منها، حاجه جاتني زينه نقول جاتني زينه، ما جاتش زينه اصلا نحطها لكم كامل في اليوتيوب وندرعكم بها. هيا البنات نلقاكم كامل تحت التعليقات، قولوا لي اذا يشهي ولا ما يشهيش المنظر تاعو. المنظر تاعو راه يشهي والبنه تاعو حكايه واحده اخرى. كما قلت لكم البنات انا راني ناشطه في الانستغرام وفي اليوتيوب، في الانستغرام والتيك توك والفيسبوك، كامل الاسماء تاعهم باسم تاع القناه تاعي مطبخ الجرفويه دائما. اللي هي راكم تلقاوني ناشطه كل يوم ونحط فيه كل يوم كما نقولوا دقيقه بدقيقه، ملا اروحوا لهيك كامل باش نولوا نقصروا تكسيره مليحه، وخاصه دوكا راه رمضان جاي نولي نشارككم وصفات، نشارككم حوايج، نشارككم هكا افكار تدوهم من عندي ان شاء الله نفيدكم. وكما شفتوا هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، هذه التحويسه الخفيفه تاع نهار اليوم، لانه راه كاين تحويسه واحده اخرى راني مخبيتها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما عليا دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.